حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أخوان. هذا الطريقة لتفادي انقطاع الكهرباء وشلون راح تشحن الموبايل. عندنا هاي الشاحن اللي يستخدم بالسيارات، الأطراف اللي يستخدمها إله هاي الأسلاك تطولها، وراح تستخدم بطارية 12 فولت مثل هاي البطارية الحامضية، أو تكون من تجميع الليثيوم، أي بطارية 12 فولت. هذا الشاحن طوارئ بحالة انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعات أطول من المعتاد، وراح ينفذ الشحن عندك. تقدر تشحن أي وصلة تكون عندك، كانت التايب سي تقدر تشحن الهاتف، أو وصلة ثانية تشغل الراوتر. إذا نلاحظ هسه الطريقة، وهذا شارحين عنه فيديو تفصيلي موجود بالقناة، فيديو سابق شلون لحم الوصلات اللي موجودة. بحالة عندك هاي الأطراف اللي موجودة هنا، أو عندك هذا الطرف اللي موجود، تستخدم هذا. شنو البطارية اللي المخارج اللي خارجة من عندها بهاي الفيشة أو هاي الأطراف. نخلي الأطراف الموجب على الموجب والسالب على السالب. إذا نلاحظ نجي نربط هذا الشحن. طريقة جدا مفيدة وتغنيك عن الكهرباء وانقطاع الكهرباء. أي كيبل راح يكون تشحن الليدات، أو كان ليدات شحن 4 فولت، 5 فولت، تقدر تشحنهن أيضا بهذه الوصلة البسيطة. وشكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.